إذا وصلك هذا المقطع فانشره لوجه الله، جزاك الله خير. لعل قلبا يسمعه فيلين بعد طول قسوة. يا رب. والد الحبيب حبيبي إبراهيم، أيها الإخوة، كم منا يصلي ويقرأ القرآن لكن قلبه لا يخشع يا الله، وعينه لا تدمع، يعبد الله بجسده وقلبه في مكان آخر. يا الله، كم خسرنا حين صرنا نعبدك يا الله فقط بأجسامنا، وقلوبنا وعقولنا تفكر في أمور دنيوية. يا الله. أتظن أن قسوة القلب تأتي من فراغ؟ لا والله، هذا عندما تصلي فقط بجسمك. ولكن يا أخي، إن الله لطيف بعباده، عندما تشتاق لأن تكون قريبا من الله أعانك الله على